انت شايفه قصادك دوت هو بوست نزله زيزو على صفحته على الانستجرام. نزل زيزو البوست دوت وهو بيعتذر للجمهور، بيعتذر لكل الناس اللي بتحب الاهلي، بيعترف ان هم غلطوا، بيعترف ان مش دوت الاداء اللي المفروض الجمهور متوقعه، بيعترف ان ايه تيشيرت الاهلي كبير، بيشكر جمهور الاهلي وبيوعدهم ان اللي جاي هيبقى احسن. بيقول للجمهور ان احنا حاسين بقيمة المسؤولية وان احنا هنوريكم دوت في الفترة الجاية، وبيوعدنا ان هو في نهاية الموسم الاهلي يحصل على كل البطولات. واللي هو بيتكلم ان قد إيه هو مقدر المكانة اللي هو فيها وان ما ينفعش الاهلي تكون بدايته عاملة كده في الدوري. وكمان بيتكلم ان هو مقدر الغضب بتاع الجمهور وعادي نستحمل. زيزو اللي جاي لك من الزمالك، زيزو اصلا اللي مضغوط، زيزو اصلا اللي الزملكاويه الناحيه التانيه، والطبيعي اللي هم بيعملوه ان هم بيقطعوا في اي حاجه بيعملها. طبيعي اللي الاعلام طبيعي يطلع يقطع في زيزو، ده حاجه طبيعيه يا باشا وحقهم وكل حاجه. زيزو اللي جاي لك وهو مضغوط وهو بيلعب في اول كام مباراه لعبهم معاك، بيطلع كل حاجه يقدر عليها وبيحاول ان هو يسجل وبيصنع للفريق. زيزو اللي امبارح كان بيحاول مع بقيه اللعيبه وهو مش احسن حاجه، بس طلع النهارده واتحمل، ضغط على نفسه وراح طالع بيعتذر للجمهور، مقدر قيمه الجمهور وبيوعدهم في الوقت اللي كباتن الفرقه مفيش حد فيهم عمل كده. كباتن الفرقه اللي المفروض يشيلوا الفرقه والمفروض ان هم يكونوا حاسين بقيمه الجمهور ويكونوا مقدرين الجمهور اللي جاي وراهم والجمهور اللي بيدعمهم والجمهور اللي عملهم نجوم. كباتن الفرقه لا اسمع لا ارى لا اتكلم. فشكرا لزيزو ان هو على الاقل طلع حاول ان هو يحتوي الجمهور ولو للحظه، ان هو طلع بيحاول يبرد الغضب بتاع الجمهور في الوقت اللي زيزو دوت جاي لك من الزمالك وهم في الزمالك مستنيين له هفوه. تمام، هو اتحمل الضغط واتحمل كل حاجه بتحصل عليه وطالع يعتذر ويوعد ويتاسف، وكباتن فرقتك مش موجوده.